أهلا بيك يا صديقي في الحلقة الجديدة. جهز قهوتك علشان حلقة النهاردة كلها عملي. النهاردة ميعادنا مع ال CSS Practice. أول حاجة هنعملها إننا نربط ملف ال HTML بملف ال CSS بتاعنا عن طريق تاج اسمه link بالظبط في السطر ده. أول ما نفتح ملف ال CSS بتاعنا اللي هو ده، هنلاقي فيه حبة الأكواد دي. بص يا سيدي، علامة النجمة دي بنسميها Universal Selector، ودي معناها يعني يا براوزر طبق الكلام اللي جاي ده على كل حتة وكل عنصر في الصفحة. والميرجنج زيرو والبادنج زيرو اللي هما الاتنين دول بيمسحوا أي مسافات خارجية أو داخلية البراوزر بيحطها من نفسه علشان نبدأ الصفحة بتاعتنا على نظافة، كأننا بنمسح السبورة يعني. أما بوردر بوكس بوكس سايزنج اللي هو السطر ده، فدي بتخلي أي حجم نديه للعنصر يشمل الحواف والمسافات الداخلية بتاعته علشان التصميم ما يضربش مننا. دلوقتي احنا مسحنا السبورة، تعالوا بقى ندي الصفحة كلها شكل عام. هننادي على تاج البادي اللي شايل كل محتوى الصفحة بالطريقة دي. تعالوا بقى نفصص الكود ده حتة حتة. باك جراوند كولر، هنا احنا بندي خلفية للصفحة كلها بلون رمادي فاتح مريح للعين، واستخدمنا الهكس كود اللي هو الكود اللي بيبدأ بالشباك. بعدها فونت فاميلي، ده نوع الخط اللي هيتكتب بيه أي كلام في الصفحة. بعدها color، ده لون الخط نفسه. هنا اخترنا رمادي غامق جدا قريب من الأسود علشان يكون مقروء. أي تغيير في الأرقام دي هيغير الألوان فورا على الشاشة قدامك. يعني خلينا كده نبص على المربع ده، لو جينا نغير من 2 دي نخليها مثلا 4، هتلاقي اللون اغمق شوية. وممكن نخلي دي كمان 0 زي ما الاي دي بيقول لنا، هنلاقي اللون بدأ يتغير تاني. ممكن نغير اللون برضو من الطريقة دي. وكذلك برضو هنا لو غيرنا دي ل9 مثلا، اللون بقى لون أخضر أساسا، بقى لون تاني. كبين تيسترز أكتر حاجة بنحبها هي صفحة اللوجن، صح كده؟ تعالوا بقى نصمم واحد كديفلوبرز. في ال HTML عملنا div واديناه كلاس اسمه login container. تعالوا بقى ننسقه في ال CSS. ركز معايا بقى هنا عشان التفاصيل دي مهمة جدا. النقطة اللي قبل كلمة login container اللي هي دي بالظبط، دي معناها اننا بننادي على كلاس width 400، بنحدد عرض الصندوق ب 400 بكسل. margin 100 بكسل اوتو، السطر ده صايع جدا. ال 100 بكسل بتنزله من فوق لتحت، كلمة اوتو بتوسطنه في نص الشاشة بالظبط من اليمين ومن الشمال. بادنج 30، دي المسافة الداخلية بين حواف الصندوق والكلام اللي جواه علشان المحتوى ما يبقاش لازق في الحيطة. وبوردر راديوس، دي بتدي دوران ناعم لحواف الصندوق عشان ما يبقاش حاد وشكله قديم. بوكس شادو، ده بقى بيعمل ظل خفيف للصندوق علشان تحس انه بارز او 3D. اول ما نكتب السطر ده تلاقيه الصندوق نطق وبقى صفحة نظيفة. دلوقتي بقى تعالوا نشوف سحر السي اس اس على الصفحة خلاها عاملة ازاي. هنفتح مع بعض البراوزر بتاعنا، هنلاقي في صندوق وفي لوجن ويوزر نيم ولوجن تحت اهي، بيبقى شكلها نظيف. تعالوا بقى لما نلغي السي اس اس ده بيبقى شكله عامل ازاي. نرجع تاني على الكود بتاعنا وهنجرب نعمل كومنت لكل الحاجات دي، وندوس كنترول اس علشان نحفظ. بعدين نرجع تاني على البراوزر، ندوس كنترول ار علشان نعمل ريفرش. كل حاجة رجعت قديمة ولا عملنا معاها أي حاجة خالص. دلوقتي الصندوق بقى جاهز، بس حقول الإدخال زي اليوزر نيم والباسورد شكلها وحش جدا، فاحنا هننسقها بالكود ده بالظبط. هنا احنا بنستهدف عناصر معينة بالاتريبيوتس بتاعتها. بنقول له خلي العرض 100% علشان يملأ الصندوق كله، واعمل مسافات من تحت ميرجن بوتون علشان الحقول ما تلزقش في بعضها، واديها حد بوردر خفيف. نيجي بقى لزرار البوتون وده اهم جزء. الكرسر بوينتر دي بتخلي الماوس يتحول لشكل ايد اول لما تقف على الزرار اللي هي دي بالظبط. اما بقى الهوفر اللي في الكود التاني اللي هو ده، دي بنسميها سودو كلاس، ودي معناها اول ما اليوزر يعدي بالماوس فوق الزرار غير لون الخلفية للون اغمق شوية.
دي بتدي تفاعل للمستخدم وتخليه يحس ان الصفحة حية. تعالوا نشوف الكلام ده عمل ايه في الصفحة بتاعتنا. اهي دي الصفحة بتاعتنا بقت شكلها نظيف جدا جدا جدا، وحتى الزرار لما هاجي اقف عليه لونه هيغمق والماوس هيتحول لشكل الايد. النهارده احنا لبسنا طاقية الديفلوبرز وعرفنا ازاي السي اس اس بيبني شكل الصفحة، وازاي كل سطر بنكتبه بيأثر على العناصر اللي قدامنا. كباج هانتر لما تفتح الانسبكت element وتشوف الاكواد دي قدامك هتكون فاهم كل كلاس وكل لون بيعمل ايه. ولو الديفلوبر حاول يخفي حاجة عن طريق السي اس اس عينك هتلمع وهتلقطها فورا وهتعرف تكشف المستخبي. بس استنى لحظة، ال HTML بنى الهيكل وال CSS حط الألوان والديكور، بس الصفحة لسه ما بتفكرش. مفيش لوجيك، مفيش أكشن حقيقي بيحصل في الخلفية، ومفيش أي كوكيز ولا نقدر إن احنا ننفذ أي سكريبتات خبيثة كهاكرز يعني. وعلشان كده الصفحة محتاجة عقل، محتاجة لغة برمجة بجد تمشيها. وده بالظبط اللي هنشرحه في الفيديو اللي جاي. What is JavaScript؟ جهز نفسك علشان المتعة اللي بجد هتبدأ. أشوفك الفيديو الجاي.